ايه اللي ممكن يخليك تشوف حد قريب منك بيغلط غلطة كبيرة او بيمر بتجربة جديدة ويحذرك منها كتير، هو بيعدي شوية وقت تلاقي نفسك وقعت في نفس الغلطة وكررت تجربته تاني بالملي؟ او ايه اللي يخليك تقع في نفس الحفرة اللي باباك قضى سنين حياته كلها يحذرك عشان ما تقعش فيها زيه فبرضه تقع فيها؟ وايه اللي يخليكي تفشلي في علاقاتك الاجتماعية او في حياتك الزوجية او تتبني نفس نوعية الاعداء اللي كانوا في حياة مامتك طول عمرها رغم انهم مش في حياتك اصلا؟ احنا ازاي وليه بنستنسخ تجارب اهالينا وسيناريوهات حياتهم بالملي ومن غير ما نحس؟ احنا مش جايين النهاردة نلخص كتاب كامل، احنا بس جايين نعلم على حتة من الكتاب وحتة جوا كل واحد فينا. بطلنا النهاردة اسمه لا بطعم الفلامينكو، لدكتور محمد طه، للي سمع منكم عنه. الكتاب ده كبير جدا الحقيقة، أكبر بكتير من إن أنا ألخصه في حلقة، علشان كده أنا اخترت لك منه فكرة واحدة اسمها الولاء الخفي، وهي الحقيقة فكرة جديدة جدا، فجاية أبسطها لك. ابسطها لك. إحنا ليه بنستنسخ تجارب أهالينا وسيناريوهات حياتهم بالملي؟ عارف ليه؟ علشان ما يسمى بالولاء الخفي، العهد اللي خدته بينك ومن نفسك من غير ما تحس، علشان تقف في صف أبوك أو أمك أو حبايبك في المطلق، إما بالدفاع عنهم والانتقام من أعدائهم اللي بيظهروا في حياتك أنت بصفات جديدة، وإما بتبني موقف الضحية كنوع من أنواع التضامن معاهم، كأنك بتقول لهم ما تخافوش، انتوا مش لوحدكم، مش هتتأذي لوحدك، أنا كمان هتأذي معاك، أو مش معقول هسيبك تفشل لوحدك، أنا كمان لازم أفشل معاك وأعيش نفس إحساسك أو أجيب لك حقك من اللي أذاك. طب تجيب حقه من مين أصلا؟ أقولك، انتي مثلا تجيبي حق مامتك من باباكي اللي عايشها مقهورة لحد ما انفصلت عنه، فتقومي تعملي ايه؟ يا إما تختاري زوج فيه نفس صفات القمع اللي كانت في شخصية باباكي علشان تعيشي نفس تجربتها تاني، أو تفتعلي مشاكل مع جوزك لحد ما تطلعي أسوأ ما فيه فبرضه تنفصلي عنه وتوصلي لنفس نتيجة مامتك، أو تتجوزي راجل طيب ومحترم عادي بس تفضلي انتي تنتقمي منه طول الوقت علشان حاطة في دماغك أيقونة الزوج اللي كانت في شكل والدك، فبرضه تنفصلي عنه وتبقي كده تضامنتي مع مامتك وحققتي المعادلة. وانت كمان على فكرة ممكن تلاقي نفسك تحولت لنموذج الزوج الشديد اللي بيضرب مراته على طول زي ما مامته كانت بتتضرب طول حياتها، وانت مستغرب مراتك ايه مشكلتها، ليه مش بتديك نفس النتيجة اللي مامتك كانت بتديها لباباك. بل الأشنع بقى، ودي أنا قريتها فعلا في تجربة شخصية صاحبها حكاها، إن بينما انت بتحاول تربي ابنك تربية إيجابية عكس نوع التربية اللي انت تعرضت لها وانت صغير وفاكرها كويس قوي وبتكرهها جدا، ممكن تلاقي نفسك فجأة مسكت واحد من عيالك عدمته العافية وقهرت شخصيته جدا، أو أهنته قدام الناس مثلا، أو حرمته من حاجة بيحبها وانت عارف كويس قوي الأثر النفسي لحاجة زي كده عليه، ويعدي الوقت وانت فاكر انك بعيد تماما عن تجربتك الشخصية وانت صغير، ثم تفاجأ انه طلع شخصية طبق الأصل منك، أو انه بيغلط نفس نوعية الغلطات اللي انت كنت بتغلطها، فتضرب كف بكف وتسأل ازاي ده حصل؟ أنا كان في دماغي طول الوقت ان انا اتجنب النتيجة دي، فليه ده حصل؟ برضو أرجع أقولك علشان الولاء الخفي، السر في التكرار القهري لنماذج أهالينا، الأنماط العصبية اللي مخك تشربها وانت صغير بشكل لا إرادي فطلع يكررها تاني، إما علشان ينتقم من شخص قديم من خلال نظيره الجديد في حياتك، أو علشان يتعاطف مع نفسه ويقول لأ ده أنا أبويا كان عنده حق وهو بيضربني وكان معذور وهو بيربيني بالطريقة دي، أكيد قصده كان مصلحتي زي ما أنا بعمل مع ابني ومش معقولة أبقى بأذيه علشان أضره، فتقنع نفسك ان انت كنت بتتأذي بمزاجك او علشان مصلحتك، وبكده يكون مخك حمى نفسه من الصورة الذهنية الشديدة قوي واثرها النفسي الشديد عليك. هقولك ايه، يعني النفس سر والتربية امانة، والغرس في الاولاد بيتم بقصد او من غير قصد، فاسأله ربنا دايما التوفيق، ودايما ندعي يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. طيب عايزين حل سريع بقى كده علشان نقدر نتفادى الغلطة دي. ركز وراجع نفسك كتير، وراقب نفسك أكتر، واسأل العقلاء الرحماء حواليك دايما اللي بعمله ده صح ولا غلط، ولو حصل إجماع على إن اللي بتعمله ده غلط اتعلم، وقف وصلح نفسك، وحاول ما تشيلش شيلة مش شيلتك، بدل ما تركز على سيناريوهات حياتك انت القديمة السيئة، ركز على سيناريوهات جديدة أفضل، واعرف واسمع من ناس كتير، علشان المخ بينجذب بالتركيز وبيتحرك ناحية اللي بيركز عليه، فلو ركزت على تجاربك انت السيئة غصب عنك هتوصل ابنك لنفس النتيجة، أما لو ركزت على تجارب جديدة ففي أمل إنك تعيش تجربة أحسن من اللي فاتت، وفي نفس الوقت تصالح على قد ما تقدر مع ماضيك المؤلم من غير ما تحاول تدور له على مبررات، بس احذر منه جدا. وبس، ده كان فصلنا النهاردة من كتاب لأ بطعم الفلامينكو،
وانصحكم الحقيقة تقروا الكتاب ده، اكيد هيلمس معاكم في حتت كتيرة جدا. واتمنى انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في جزء ما فهمتهوش او طلع صعب عليك او حابب تناقشوا معانا قولوا لنا وانا بسطها لك. السلام عليكم. هبسطها لك.